السلام عليكم ومرحبا بكم على قناتكم هاجر كويزين. اليوم ان شاء الله حنقدم لكم طبق جزائري معروف، هو طبيخة اللي يجيب بالقرنون والفول والجلبانة. نشوفوا هنا المقادير. عندنا الفول، الجلبانة والقرنون، الحشيش، الملح، فلفل كحل، فلفل عكري، والطماطيش تاع العلبة. هنا نشوفوا طريقة كيفاش نقوا القرنون كما نعيطوا له هنا في الجزائر. صح تقدروا تقولوا علاش يتوري هكذايا بالتفاصيل. نقول لكم بلي القناه هذه ما يشاهدوهاش غير اللي يعرفوا يطيبوا. صافي كاين ما نساوش الجزائريين اللي عايشين في الغربه. صافي كاين بزاف اخص بالذكر، كاين رجال بعاد على ماليهم ما يعرفوش يطيبوا. بالك صافي نخمم تاني تمام على البنات مقبله تاع الزواج، نوري لهم ان شاء الله مراحل خطوه بخطوه ان شاء الله ينجحوا في تحضير الاطباق. هنا نشوفوا طريقه كيفاش نقيو القرنون تاعنا. نديروا القرنون تاعنا الجهه الفوقانيه ونسيو نحوهم حتى وين نحو الجهات كامله هذوك الخضوره، واللي كان يكون فارغ الوقت يقدر ياكل القرنون هكذا، يقشروا ياكلوا كما نديروا حنا في الجزائر. هنا كي نشوفوا يبدا يظهر لنا الابيض يتنحى هذاك الخضر، نقدروا نقطعوه هكذايا بالموس ديريكتومون. نحو الشوك هذاك للداخل. نحاولوا نقوه بالعقل، واللي يحب يدير طبيخه دو بريفيرونس يوجد القرنون تاعو، الفول، الجلبانه، يقشرهم كامل ومن بعد يحضرهم باش يحضرهم آلاز، لانه الطبق ياخد شويه الوقت بصح لذيذ بزاف. هنا نحو كامل هذاك القشور الخضر باسكو ما يتنكلش كما نعرفوا. نحوه كامل حتى وين يظهر لنا الابيض القرنون اللي يتنكل. نا دو بريفيرونس غير نقشروا الحبه تاعنا، نحكموا حبه قارص نحكوها كامل، نحكو كامل القرنون تاعنا بحبه قارص باش ما يولي لناش كحل. كما نشوفوا هنايا درتو لداخل الماء مع القارص، نسي نغسلهم برك هكذا مع الاول بالماء والقارص. كي نكمل كامل نعاود نقشرهم من الداخل هكذا، نقيه ونعاود نحك عليه القارص باش يبيض ليه. هنايا كيما نشوفوا تاني الفول كاين اللي ما يعرفش ينقيه بيديه، نقدروا نستعملوا تاني الموس، ما نقطعوش كامل الحبه من فوقه حتى يقعد لنا هذاك الخيط هذاك اللي في الطرف باش نحوه. نقول لكم الفول كاين اللي طري ما فيهش هذاك الخيط اللي في الطرف، كي نقوه كامل ومن بعد نقطعوه كما نشوفوا. نقطعوه ما نقطعوش حتى الاخر، ونحاولوا نجبدوا بالعقل. بعد ما نقوه نقطعوه على هذا الشكل. بعد ما وجدت كلش القرنون مقطع قلت لكم نحكوه بالقارص. وجدت الثوم ديالي نسيت ما قلت لكمش من قبل، الثوم والحشيش. بعد ما وجدت كامل المقادير دوكا نحكم كوكوطه ندير فيها الفول تاعي، نحطها على النار ونحركها من داك واحد حوالي 10 دقائق هكذا حتى يدبل شويه داك الفول. ومن بعد نزيدو الثوم تاعنا، هنا بعد ما ضفنا الثوم نزيدو نضيفو الجلبانه
ونضيفو لي زيبيس تاعنا، توابل، نديرو الملح حسب الذوق، الفلفل الكحل وفلفل عكري، كاين اللي واسي تاني فلفل دريس اللي يحبها تجي حاره، تقدروا ما في الاخر ترميو حبه حر. هنا نزيدو نقليوها تانيت، ومن بعد نزيدو نديرو الحشيش، بعد ما نزيدو نقلوها حوالي 5 دقائق الى 7 دقائق هكذاك، نزيدو لها الحشيش ونزيدو لها الطماطيش تاع العلبه، طماطم مصبره. هنا كما نشوفوا دوك نضيفو، انا كان عندي مارق من قبل، نتوما تقدروا تضيفوا الماء ما كاين حتى مشكل. انا كان عندي بك مارق ما حبيتش نرميه، قلت نكمل نطيب به. هنا كما نشوفوا راني نضيف الماء، نحركوها مليح كما نشوفوا. هنا نشوفوا الفوار بعد ما قليتها على بها راهو يطلع الفوار سخانه تاع القدره. هنا نضيفوا الماء حتى يتغطاو كامل الخضر ونشوفوا. ومن بعد القرنون نخلوه من بعد مع الاخر باسكو يطيب تمتم القرنون وهو والحشيش، ومن بعد نضيفوا ثاني الحشيش في الاخر. هنا كما نشوفوا نغلقوا الكوكوطه تاعنا كما نقولوا لها في الجزائر كوكوط مينيت، نغلقوها مليح ونخلو الاخر الطياب تاعنا يطيب حوالي نص ساعه ولا على حسب لا كوكوط مينيت تاعكم. نشوفوا هنايا راهم ادخلهم طياب، نضيف الماء عفوا انا مسحت الكاميرا. هنا نضيف القرنون كما نشوفوا. هنا نضيفوا الماء والحشيش، نضيفوا الماء على حسب باش غير قسمه يطيب لنا بك القرنون هذاك صافي، ما نضيفوش بزاف الماء. هنا نحطوها فوق الفرن، ما نغلقوش الكوكوطه، اللي يحب يغلقها يغلقها هنا باش نقدروا نعسو. هنا كما كنتوا تشوفوا الطبق في الطبق تقديم الطبيخه تاعنا راهي واجده. ان شاء الله تاكلوها بالصحه والهنا ان شاء الله، وان شاء الله تكون عجبتكم هاد اللاوسات. خليوا لي كومونتير من تحت باش نشوفوا اللي عجبتكم، وان شاء الله المره الماجيه ان شاء الله مع لي غوسيت جدد. والسلام عليكم.